في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نقدر نجيب دومين واستضافة يبقوا شغالين على الجهاز بشكل مجاني، وقدرنا نثبت الووردبريس وندخل على الداشبورد بتاعته ووقفنا لحد هنا. هنكمل من الفيديو اللي فات، وهو هنبتدي نشرح الداشبورد اللي على الشمال دي هنا كده، الأساسيات اللي فيها. في حاجات هنتعمق فيها بالتفاصيل، وهندخل ونثبت سيما عشان يبقى الموقع بتاعنا بيشتغل. خلونا اول حاجه نظبط شويه اعدادات كده الاول. لو انتوا خدتوا بالكم الفيديو اللي فات انا كنت عملت هنا للاس اس ال تراست، ولكن لسه عندي هنا فوق بيقول لي ان الموقع نوت سكيور او الدومين نوت سكيور مهما انا عملت ريفرش. طيب عشان نحل المشكله دي فانا باجي هنا عند السيتنجز، ومن السيتنجز بدخل على جنرال. بعد ما بدخل على جنرال بلاقي الووردبريس اصلا واخد الموقع بتاعي HTTP بس من غير الاس، فباجي هنا بروح ضايف له حرف الاس، نقلب الكيبورد نضيف له هنا حرف الاس ونيجي نعمل سيف. دلوقتي بيخرجني على الجزء الخاص بان انا ادخل اليوزر والباسورد، فببتدي اكتب الاسم او اليوزر بتاعي اللي هو براند، واكتب الباسورد بشكل طبيعي جدا، اعمل ريمبر مي وادخل. دلوقتي كده لما جينا دخلنا بص هتلاقي عندك بقى HTTPS اوتوماتيك، ولو جيت بصيت هنا هلاقي علامة القفل بقت موجودة كونكشن سكيور. طيب نيجي تاني نشرح الحاجة دي واحدة واحدة. دلوقتي انا عندي هنا ده الداشبورد دي اللوحه الرئيسيه او لوحه التحكم اللي انا بقدر اشوف منها اي اشعارات او اي حاجه ليها علاقه بالاضافات اللي عندي، بالثيم اللي عندي وهكذا. والجزء بتاع ابديت طبعا مفهوم، البلجن اللي عندي او الاضافات اللي عندي او الثيمات او وورد بريس نفسه لو ليه تحديث ببتدي ادير الحاجه دي من هنا. الجزء التاني ده وهو اسمه البوست دي اللي هي المقالات، ان انا اقدر اعمل مقالات او اضيف للمقالات كاتيجوري او تاجز، وهنبتدي نتعمق وندخل في الحاجه دي لما نيجي نثبت سيما، فهنسيبها دلوقتي. الجزء بتاع الميديا ده اي صوره او اي فيديو انت بترفعها على السايت بتاعك او موجود على السايت بتاعك بتبقى موجوده في المكان ده، تقدر تعدل فيها او تمسحها او تعمل عليها بعض الايديت بسيط او ترفع حاجه جديده عكس. تيجي ترفع حاجه جديده بتدوس اد ميديا فايل هنا وتبتدي ترفع، وده برضو هنشوفه واحنا بنشتغل على الموقع نفسه. يعني هنا الجزء بتاع الصفحات، والجزء ده مهم جدا، والجزء ده باختصار هو اللي بيخلي الموقع بتاعك صفحات. فانا لو جيت دخلت هنا مثلا على الموقع بتاعي بتاع عمرو هاجي ابص الاقي عندي هنا في المنيو اللي فوق او الجزء اللي فوق ده عندي صفحات، عندي صفحه اسمها هوم، عندي صفحه اسمها بروجكتس، عندي صفحه اسمها سيرفيس، عندي صفحه اسمها اباوت اس وهكذا. فده الجزء الخاص بالصفحات. وحتى في الموقع بتاعي اللي انا لو جيت دخلت عليه احنا لسه ما ظبطناش فيه حاجه، انا عندي صفحتين، صفحه اسمها برايفسي اند بوليسي وصفحه اسمها سيمبل بيج. طيب اقدر من هنا اضيف صفحه، وهنعرف برضه نضيفها ازاي ونعمل الكلام ده امتى واحنا في الدرس. هنخرج من هنا دلوقتي، وهنا الكومنت ده لو انت منزل مقالات او عندك مقالات والناس ابتدت تعلق عليها فالكومنتات بتاعتها بتجيلك هنا بالشكل ده. يعني هنا الابيرنس دي، وهي دي اللي انا بقدر ادير او اتحكم فيها في الثيمات اللي هتتثبت عندي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا 3 ثيمات، ولكن انا ما اقدرش اشغل غير واحده، وهنفهم يعني ايه ثيم كمان شويه. يعني هنا الجزء بتاع البلجن ده الجزء ده مهم، دي الاضافات او الحاجات المساعده اللي بتخليك تقدر تتحكم او تحط فيتشر زياده في الموقع بتاعك. فانا مثلا موقع زي المتجر ده كنا اتكلمنا عنه، المتجر ده عشان يقدر يبيع المنتجات دي بيتسطب له اضافه اسمها الوو كوميرس، ودي اشهر اضافه وهلاقي اغلبكم عارفينها. فعشان اخلي الموقع ده يقدر يبيع ويبقى فيه سعر كده واطلب، بيبقى ليه اضافه بتضاف اسمها الوو كوميرس، فببتدي اضيفها من المكان ده. هنا بيعرفني بالاضافات اللي موجوده، طبعا انا ما عنديش حاجه، الموقع لسه جديد، وهنا اقدر اضيف اضافه جديده سواء من المتجر بتاع ووردبريس نفسه او لو انا معايا اضافه ملف مثلا زد اي بي او ملف رار بره اقدر ارفعه. هنا الجزء بتاع اليوزر، الجزء ده مهم جدا لان ده اللي فيه كل اليوزر او الادمن اللي موجودين في الموقع بتاعك سواء ادمن او غيره. احنا ما عندناش غير براند اللي احنا لسه عاملينه، فانت تقدر تيجي تعمل هنا اد يوزر وتبتدي تضيف البيانات دي، تضيف اسم لليوزر وتضيف الايميل بتاعه وتكتب اسمه الاول والاخير، لو لقيت سايت تحطه وتعمل له باسورد. وبعد ما تملى البيانات دي تقدر تقول الراجل والله ده مشترك، ولا الراجل ده مساهم بيعمل حاجه معينه، ولا الراجل ده اوثر كاتب مثلا انت حاطه يكتب مقالات فقط ما يقدرش يعدل في اي حاجه، ولا الراجل ده اديتور يقدر يعدل في شويه حاجات بسيطه، ولا الراجل ده ادمنستريتور اللي هو ادمن كامل يقدر يتحكم في السايت كله. وبرضه هنشوف ده واحنا مع بعض في الدروس اللي جايه. لو جيت هنا عند بروفايل هنعمل هنا ليف عشان احنا ما سيبناش حاجه. لو جيت هنا عند بروفايل هنا بيجيب لك الاعداد بتاعت البروفايل بتاعك. لو انت عايز تغير الثيمه بتاعت ووردبريس ممكن تخلي شكلها كده، ممكن تخلي شكلها كده، الشكل اللي يعجبك. في اكتر من شكل تقدر تختار فيه،
وليكن إحنا هنخليه هنا الشكل الديفولت ده اللي أنا باحب أشتغل عليه على طول. وهنا عندك شوية إعدادات للبروفايل بتاعك، فمثلًا تقدر تغيّر الnickname بتاع الuser بتاعك، أو تقدر تحط ليك اسم، تغيّر البريد بتاعك، تقدر تغيّر اللغة بتاعة الuser. وإيه الفرق ما بين الاتنين دلوقتي؟ أنا الموقع بتاعي كله إنجليزي، يعني أنا لو جيت دخلت كده الداشبورد عندي كلها إنجليزي، لكن أقدر وأنا باتحكم بالuser بتاعي أخلّي اللغة تبقى عربي. فأنا لو خلّيت اللغة دلوقتي عربي هيبقى الداشبورد بتاعتي هنا بس اللي عربي، لكن الموقع زي ما هو إنجليزي. طيب فكرة إن الموقع هنا إنجليزي أو عربي دي بتختلف في إيه؟ بتختلف إن المحتوى عندي هيبقى من الشمال لليمين والّا من اليمين للشمال. فالWordPress نفسه لو إنجليزي يبقى المحتوى كله هيبقى من الشمال لليمين، ولو عربي هيبقى العكس. فهنشوف ده برضه قدّام شوية، لكن أنا هنا ممكن أقدر أخلّي الuser نفسه عربي. فتعالوا نخلّيه عربي عشان نشوف بقية الإعدادات بالعربي. هنا أقدر أحط الويب سايت بتاعي، أقدر أحط صورة لنفسي، أقدر أغيّر الباسورد أو أعمل له reset وهكذا. ممكن أعمل update profile. طيب بعد ما عملنا update profile لو جينا بصينا لقينا لوحة التحكم بقت بالعربي، وعندي هنا الموقع لسه زي ما هو بالإنجليزي. طيب نكمل في بقية الحاجة الsettings أو الأدوات ندخل عليها. تمام، عندي هنا اسمها أدوات متاحة وهكذا. طيب خلّيني أقلب لكم الuser تاني إنجليزي، يعني أرجّعه تاني إنجليزي دلوقتي بس، عشان أنا عايز أخلّيكم تشوفوا الإعدادات دي باللغة الإنجليزي عشان تعرفوها، وبعد كده أنتم ممكن تقلبوا عربي. فعندي هنا الtools، آجي أخش على available tools، هنا ممكن تلاقي بعض الإضافات بعد ما بنثبّتها أو نسطّبها بتبقى موجودة في المكان ده. المكان ده يعني ما أعتقدش إن أنت هتقرّب منه دلوقتي، سيبه دلوقتي لإن في بعض الحاجات الخطيرة زي مثلًا الtheme file editor أو الplugin file editor. فالمكان ده بس ممكن تبُص عليه لو في بعض الإضافات لمّا نيجي نثبّتها وإحنا شغالين هنلاقي إن الإضافة اتضاف لها جزء هنا أو الإعدادات بتاعتها هنا ما بقتش موجودة برّه. طيب نيجي لأهم اختيار وهو اختيار الsettings. الحاجات اللي إحنا بنعملها دي لازم كل موقع بنثبّته بنضبّط الإعدادات دي. فأول حاجة بندخل على الsettings على الgeneral، إحنا اسم السايت بتاعنا إيه، إحنا مسميين الموقع بتاعنا مثلًا brand، وهنا الtag line ممكن تحط وصف بسيط، نكتب مثلًا أي حاجة. خلّينا نشوف slogan لكلمة brand مثلًا. ماشي، أنا قُلت لChatGPT يساعدني في slogan هنا، فكتب لي شوية حاجات وليكن هناخد ده مثلًا هيبقى الslogan هاحطه هنا، هيبقى brand اسمه يحدث الفرق. تعالَ نضبّط دي نخلّيها شرطة. هنا تحط السايت ايكون هنا لو انتم شايفين عندي هنا فوق علامة الووردبريس، يعني اللوجو بتاع الووردبريس. في موقعي هنا اللوجو بتاعي، في الموقع بتاع الفيب ده هنا في اللينك بتاعه، جوجل ليها دي اسمها سايت ايكون. فانا ممكن اجي هنا ببساطة لو انا عامل عندي ايكون تبقى صغيرة خالص بيقول لك 512 في 512، اقدر احطها هنا فتظهر مكان لوجو الووردبريس. لما نجهز لوجو للموقع بتاعنا نقدر نغيرها من هنا. ودي طبعا النقطة المهمة ان انا لازم هنا اضيف الاس عشان شهادة الاس اس ال تشتغل مظبوط. هنا ده الايميل الادمن اللي شغال عليه الموقع واللي احنا عاملين بيه لوكال اصلا. تقدر طبعا تغيره من هنا، هيبعت لك كود وتغيره بشكل طبيعي خالص. وهنا عندك السايت لانجوج بقى، دي النقطة المهمة. السايت لانجوج دي خدوا بالكم مختلفة عن اليوزر. السايت لانجوج دي وهي اللغة بتاعت الموقع نفسه. فأنا الموقع بتاعي لو ناوي أعمله إنجليزي بس لازم السايت لانجوج هنا تبقى إنجلش. ليه؟ عشان المحتوى بتاعي يبقى من على الشمال زي ما انتم شايفين كده لليمين، الكلام هنا كده جاي من الشمال لليمين. طب أنا لو قررت هعمل الموقع بتاعي عربي، وليكن هختار اللغة العربية وهدوس له سيف. نيجي نبص هنا لما نيجي نعمل ريفرش نلاقي الموقع بتاعي اتقلب، الكلام اهو اتحول بقى من اليمين للشمال. طبعا لما يكون الكلام مكتوب هنا عربي هتلاقوه بشكل مظبوط. تاخد بالك كويس جدا انت الموقع اللي انت هتعمله هيبقى عربي ولا انجليزي، وهنتكلم عن النقطة دي كمان في الثيم. خلينا زي ما احنا انجليزي، نرجعه تاني انجليزي ونعمل سيف. وعندك هنا تحت شوية اعدادات بيقول لك الفورمات بتاع التاريخ والفورمات بتاع الوقت، حاجات مش مهمة قوي بالنسبة لنا. هو كده بيبقى مظبطها علينا كويس. وبيقول لك بس الاسبوع بيبتدي من يوم ايه، هنقول له السبت. عندنا هنا في مصر الأسبوع بيبتدي من السبت. لو أنت بتعمل الموقع مثلا بره زي الإمارات أو حاجة، الإمارات عندهم الأسبوع بيبتدي من الحد، أمريكا نفس القصة وهكذا. نيجي هنا ندخل على حاجة اسمها الرايتنج. هنا ما بتحتاجش تعدل في أي حاجة ولا تلعب في أي حاجة. والريدنج برضو أنت ما بتحتاجش تلعب هنا كتير في حاجة، لأنك لما بتثبت سيما هوريكوا إيه اللي ممكن نحتاجه من الإعداد اللي فوق، لكن إحنا دلوقتي مش محتاجين منه حاجة. طيب في هنا جزء مهم جدا، سيبك من بقية الحاجات دي ملهاش أي لازمة. في جزء مهم جدا وهو اسمه البريما لينكس. أي موقع تثبته
او تبتدي بيه لازم تدخل تتاكد او تدخل على البريمالينكس دي وتتاكد انه محطوط على البوست نيم. ده ضروري جدا، مش محطوط على اي حاجه من الحاجات دي يبقى موجود على البوست نيم عشان شكل اللينك بتاعك يبقى بالشكل ده، اسم الدومين بتاعك وبعد كده البوست او البيج او البرودكت يبقى ظاهر على طول. فتتاكد انه على البوست نيم واعمل سيف. هو حاططها باي ديفولت، كان قبل كده ووردبريس مش بيحطها اوتوماتيك، بس في التحديثات الجديده اغلب الوقت بيحطها اوتوماتيك، لكن انت لازم كل مره تدخل تتاكد. والبرايفسي اند بوليسي هنا تقدر تختار صفحه البرايفسي بتاعتك طبعا، عشان لو جيت دخلت هنا في الصفحات عشان في صفحه برايفسي اصلا فهو في السيتنج مختارها لوحده ان دي صفحه البرايفسي. تمام. طيب احنا بقى بنيجي خلاص ثبتنا وظبطنا كل حاجه او عرفنا ايه هي الاعدادات دي، تعالوا بقى نيجي نشيل كل حاجه. انا هدخل على البوست هنا هعلم عليها، وبعد ما اعلم عليها هختار هنا الاكشن هقول له موف تو تراش، انا عايز اوديها سله المهملات. فلو خدتوا بالكم بقيت هنا فوق ما اتمسحتش خالص. اجي اشوف لو في كاتيجوري، بفضل الموقع بتاعي خالص. هنا كاتيجوري مفيش، التاجز برضو مفيش. طيب تعالى على الصفحات، عندي صفحتين انا مش عايز الصفحتين دول برضو وديهم تراش. عندي كومنت اتمسح، ما عنديش اي حاجه. ندخل واحده واحده دلوقتي عشان نبتدي نثبت ثيمه او شكل يغير شكل الموقع ده. طيب ايه هي الثيمه؟ ووردبريس عشان يشتغل لازم يشتغل بحاجتين. اول حاجه لازم يتحط له اساس، والاساس ده هو عباره عن ثيم او ثمة، شكل اساس فاونديشن كده زي ما بيقولوا بيتحط، والاساس ده تقدر تبني عليه الموقع. عندك بقى طريقتين للبناء، عن طريق انك بتاخد ديمو جاهز من الثيمة نفسها، لو هي مجهزة ديمو مناسب ليك بتستخدمه وتشتغل عليه على طول بيبقى جاهز، او ان انت بتبتدي تبني واحدة واحدة ببعض الاضافات اللي هي خاصة بالبنى، بيسموها البيج بيلدر زي مثلا اليمنتور دبليو بي بيكري وهكذا. مثال، طيب خلينا ناخد مثال يعني. تعالوا ندخل هنا على الابيرنس. لو انت عايز تنزل سيمه فبتدخل هنا على الابيرنس وبتخش على الثيم. فانت لو جيت بصيت هنا عندك 3 سيمات متثبتين. طبعا تقدر تثبت اي سيم انت عايزه هنا، يعني 10 سيمات عادي، بس ما ينفعش يشتغل غير واحد. فلو خدتوا بالكم من ال3 المثبتين في واحد بس هو اللي اكتف اللي هو ده. طيب خلينا ندخل نفضي الدنيا. دايما انا بحب ادخل افضي الحاجات اللي ملهاش لازمه، فدول مش شغالين همسحهم واسيب بس السيمه اللي شغاله. الموضوع بتاع ان انا افضي الحاجه ده مفيد في ايه؟ مفيد لان الحاجات التانيه دي انت مش شغال بيها، ما بتعملش بيها حاجه اصلا، فغير انها ممكن تتقل الموقع بتاعك. الحاجات دي ممكن تبقى سبب في ان الموقع بتاعك يخترق. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان الحاجات دي بتحتاج تحديث كل فتره، فانت لما تيجي تحدث مش هتحدثها لان انت اصلا مش مفعلها ومش مشغلها، فلو ما اهتمتش بيها وفيها ثغره او حاجه مهمه ممكن يبقى باب ان الهاكر يدخل. السمات انا بجيبها منين؟ السمات بجيبها من مكانين. يا باجي هنا اقول له اد سيم، يعني انا وهنا في السيم باجي اقول له اد سيم وبيبتدي يجيب لي الجزء او المكتبه الخاص بوردبريس نفسه، او اقدر انا اعمل ابلود لسيم انا منزلها من بره من حاجه مشهوره مثلا زي ثيم فورست. انا مثلا بدخل على ثيم فورست وببتدي ابحث عن سيمه، هختار مثلا ووردبريس وببتدي ابحث عن سيمه واشتريها. فمثلا من ضمن السمات المشهوره حاجه اسمها وود مارت، دي سيمه اي كوميرس. واي كوميرس لما اقول لكم الكلمه دي معناها ان دي سيمه خاصه بالمتاجر. اي كوميرس ده التجاره الالكترونيه او المتاجر الالكترونيه. فمثلا باجي اشوف السيمه دي ابتدي اشوفها واشتريها، وبعد ما بشتريها بعمل لها داونلود واقدر اخدها وارفعها من هنا. بس خلينا، لا احنا دلوقتي عايزين نشتغل على الحاجات المجانيه، احنا مش هنشتغل على حاجه بفلوس دلوقتي خالص. فهننزل هنا من المتجر بتاع ووردبريس. ووردبريس المتجر بتاعه فيه حوالي 7603 وفي حاجات كتير قويه وممتازه. بس انا الهدف من ان انا اوريكم ده ان انا عايز اوريكم ايه فكره ان في ديمو ممكن تنزله جاهز، يبقى بشكل جاهز مثلا زي الشكل ده، او يبقى شكل جاهز زي الاشكال دي، وفي انت تقدر تبني من الصفر بايديك اللي يريحك واللي تحب. خلينا نبحث. انا في سيما بحبها جدا، في اكتر من حاجه ممتازه يعني. في عندك كادينس، دي سيما ممتازه. في لو كتبت هنا استرا، دي سيما مشهوره ومعروفه. كتبت فوق هنا كده استرا، استرا دي سيما خفيفه جدا ومشهوره وقويه. لكن انا في سيما محببه بحب اشتغل بيها وهي اسمها بلوكسي. يا ريتنا بس في الاسم لازم شفتوا انا مثلا في حرف نسيت اكتبه هنا، هو حساس للحروف فلازم تكتب بالظبط الاسم. طيب كتب لي هنا بلوكسي، جات لي هنا السيمه بتاعت بلوكسي، اقدر اعمل له ديتيل اند ريفيو، بيجيب لك شويه بيانات عن السيمه نفسها. انا هقول له انستول على طول. دي سيمه قويه خفيفه جدا برضو من الحاجات المهمه. اعمل لها انستول، اخرج
بعد ما عملت لها هنا انستول اقدر اعمل لها اكتيفيت. تمام. طيب بس قبل ما نعمل لها اكتيفيت خلينا ندوس هنا بره على الثيم، نخرج بره تاني، احنا نزلناها خلاص. بقى عندي كده هنا ايه الاثنين اللي هي اصلا اكتيف والسيمه بتاعت بلوكسي. عايزين نيجي هنا للموقع نعمل ريفرش، عايز اوريكم الشكل، شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده الشكل بتاع السيمه اللي موجوده حاليا. فانا هاجي دلوقتي اعمل اكتيف للسيمه بتاعت بلوكسي دي اللي انا عايزها، وكده خلاص اعمل لها اكتيف، بقى مكتوب عليها هنا اكتيف. ودلوقتي ما اقدرش امسحها هي، لكن اقدر امسح السيمه دي، خلاص ما بقتش عايزها. انا بعد ما عملت السيمه دي اكتيف وشغلتها، ايه اللي حصل؟ لو جيت هنا عملت ريفرش هلاقيه اتغير. شفتوا الشكل اتغير ازاي؟ اتغير بقى على الاستراكشر او الهيكل بتاع السيمه دي نفسها. فانا دلوقتي اقدر ادخل واشتغل في السيمه دي او اثبت حاجات من الديمو اللي موجوده. طب تعالوا نشوف بس الاول السيمه محتاجه مننا ايه. يعني احنا بعد ما ثبتنا السيمه محتاجه ايه؟ فوق هيقول لي والله شكرا ثانكس فور انستولينج بلوكسي. تعالى نبتدي نشتغل مع بعض واحده واحده، ننزل بعض الحاجات للسيمه. كل سيمه بيبقى ليها بعض البلجن او بعض الاضافات اللي احنا اتكلمنا عليها هنا، بتبقى ضروريه عشان السيمه تشتغل مظبوط، وكمان بيبقى ليها اعدادات معينه لازم تعملها في الاول عشان السيمه تشتغل معاك صح. طيب باجي هنا هو بيقول لي انستول بلوكسي كومبانيون، كده اعمل لها انستول، اعمل لها هو انستول واكتيفيت. كده السيمه اتثبتت عندي وظهر لها ايقونه فوق، وهنا جايب لي بعض الاضافات بتاعتها. من اهم الاضافات دي اللي انا محتاجها، يعني غير الحاجات دي هنا، دي حاجات هقدر اعدل فيها وانا بشتغل في الموقع نفسه، مفيش مشكله، هنبص مع بعض. هنا عندي حاجه اللي اسمها الستارتر سايت. قبل ما نشوف الستارتر سايت هاجي هنا على الموقع بتاعي اعمل ريفرش، هي برضو كل حاجه شكلها زي ما هي. طيب ايه هنا بقى الستارتر سايت؟ الستارتر سايت او الديمو هي حاجات جاهزه انت تقدر تنزلها على الموقع بتاعك على طول وتبتدي تشتغل عليها. فليكن مثلا احنا عايزين نشتغل على شركه براند. تعالوا نشوف هنا حاجه في عندي مثلا ده مناسب للناس اللي بتعمل لاندسكيب. هنا ويب ستوديو، انفيست بوست. هنا لو هبيع حاجات ليها علاقه بالفرنتشر او الاساس، اطفال. تعالوا نشوف حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا مثلا او حاجه تعجبني. هنا ريل استيت للعقارات مثلا. طيب انا لقيت حاجتين اهو، لقيت حاجه اسمها ويب ايجنسي. تعالوا نفتحها في تابه جديده نعمل لها بريفيو. بيزنس برضه نفتحها في تابه جديده نعمل لها بريفيو. دول ليهم علاقه باللي انا هشتغل بيه. خلاص ماشي، تعالوا ندخل هنا. ده الويب ايجنسي، لو انتم شايفين بصوا الديمو شكله جميل جدا، معمول بشكل احترافي. ده ديمو جاهز تقدر تستخدمه زي ما هو على موقعك دلوقتي. انا مثبتوش، انا عملت له بريفيو بشوف شكله هيعجبني ولا لا. ده شكل من الاشكال. تمام. طيب ده شكل خفيف جدا وبسيط ولذيذ. اللي بعده ده البيزنس وات وي دو. ماشي. انا حاسس ان انا ميال اكتر للشكل التاني. هنا في عندي 4 صفحات، فخلاص هنقفل ده. وانا عاجبني الشكل ده. الشكل ده اسمه ويب ايجنسي. فهنيجي هنا وهنيجي عند الويب ايجنسي ونقول له امبورت. لاحظ انا هنا لسه الموقع بتاعي لو عملت ريفريش اهو الموقع بتاعي زي ما هو. هاجي هنا واقول له امبورت. من امبورت هنا يبتدي يقول لي شويه اعدادات. اول حاجه بيقولها لي انستول شايلد سي. هنتكلم عن القصه دي بعدين، فانا مش هشتغل عليها دلوقتي، يعني مش هحددها. هنشتغل على الموضوع ده بعدين، او ابقى فاهمكم ايه هو الانستول شايلد سي بعدين. فهندوس نيكست من غير ما نختارها. هنا بيقول لي بقى حاجتين مهمين جدا. السيمه دي اي سيمه في الدنيا شغاله او معموله بتبقى معموله حاجه اسمها بيج بيلدر اللي احنا اتكلمنا فيها. اتكلمنا حتى من اشهر الحاجات دي البيج بيلدر اللي هو اليمنتور، دبليو بي بيكاري، في جاتنبرج اللي هو ده الخاص بورد بريس نفسه، وفي حاجات تانية كتير، ولكن اشهرهم واكتر حاجه معروفه هي اليمنتور. فانا قبل ما بثبت السيمه انا بكون عارف انا هشتغل بالبيج بيلدر انهي، لان كل بيج بيلدر هنشوفها جوه بيبقى ليها شكل وليها تعامل مختلف. فانا مثلا بعرف اشتغل على المنتور دبليو بي بيكري، فلو جيت نزلت سيما ما بتشتغلش بس غير على جاتنبرج، لو نزلت المنتور مش هعرف اعدل فيها. يعني هو البيج بيلدر وظيفته يا اما انا هشتغل بيه من الصفر، يا اما لو انا هنزل ديمو زي اللي احنا كنا فاتحينه فلما اجي اعدل بيه هعدل بيه بالبيج بيلدر دي. فاتاكد ان انا قبل ما انزل السيما ابقى عارف هي بتشتغل بايه. فانا عارف ان بلوكسي بتشتغل بالاثنين، يعني اقدر كل سيما من دول اشتغل جاتنبرج او اليمنتور. فاحنا هنقول اليمنتور دلوقتي لان انا بشتغل اليمنتور. اتاكد بس من الاختيار ده، ما اجيش اختار الاختيار ده واجي اعدل او انزل اليمنتور فيما بعد الاقيني مش عارف اعدل عليه او مش عارف اتحرك، لان طبيعي هو مش مبني بالبيج بيلدر دي فعمره ما هيشتغل. هعمل نيكست. هنا بيقول لي والله دي البلجن اللي انت لازم تعملها انستول واكتيفيت عشان السيما تشتغل.
طبعا السيمة خفيفة جدا، بيقول لي أنا مش عايز غير Elementor وحاجة اسمها WP Forms Contact Form، هنعرف برضه دي إيه. فأقول له ماشي خلاص، ثبتهم واعمل لهم Activate، اعمل لهم Next. هنا بيقول لي والله أنت عايز تعمل Import للمحتوى. إيه المحتوى اللي عايز تعمله؟ كل الإعدادات، الويدجت، الكونتنت، الكلين مثلا انستول. والله أنا هقول له أنا هعمل كلين انستول يعني على موقع فاضي ونضيف، وهبتدي أنزل كل الحاجات. هعمل له انستول، هيبتدي يعمل معايا انستول، هستنى لحد ما يخلص. بعد ما خلص مظبوط فقال لي ستارتر سايت imported successfully، خلاص هي اتثبتت بنجاح، ودلوقتي تقدر تشوف الموقع بتاعك او تعدلها. فخلينا نقفل دي كده ونقول له فيو سايت. بعد ما بنفتح الموقع بنبص بنلاقي الديمو نزل معانا بالشكل ده. تيجي تنزل تقلب تلاقي الديمو نزل معاك بالظبط زي اللي احنا شفناه، والموقع بتاعك بقى جاهز. شكله طبعا ممتاز جدا. تيجي تبص برضو فوق هتلاقي عندك الصفحات نزلت، يعني مش الصفحة الرئيسية بس. لو دخلت على صفحة السيرفيس تيجي تبص تلاقي صفحة السيرفيس كاملة، تقدر تعدل في كل ده تخليه زي ما هو يناسبك. تعال نشوف صفحة about، نفس الفكرة. بقى عندك موقع احترافي كامل فيه كل حاجة. هنا في بلوج نازلة أو مدونات اللي هي مقالات يعني. صفحة كونتاكت موجودة وفيها بياناتك وفيها الفورم ده. طبعا هنتعلم ازاي الفورم ده، نخليه لما نبعت عليه يبعت لنا على الايميل بتاعنا، وهتلاقي الموقع بتاعك كله شكله احترافي. لحد هنا هنقف. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نبتدي نعدل ونغير في كل ده بما يتناسب مع الهوية او الشركة بتاعتنا، ونظبط كل الاشكال دي عن طريق الاضافة بتاعة Elementor. لحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.